اهلا بيكم في قناه انجلش ايزي ليرنينج واول كبسوله من سلسله انجلش كابسولز. النهارده حلقتنا هتبقى عن الكلمات المتشابهه في النطق، بس المعنى بيبقى مختلف تماما. زي مثلا ate buy buy be bread and beard. تعالوا بقى نتعرف على معنى كل كلمة منهم واستخدامها ايه. ate and ate، الكلمتين ليهم نفس النطق، بس واحدة فعل ماضي من الفعل eat اللي هو يأكل، والتانية معناها رقم 8. مثال: Who ate my cake? Who ate my cake? I'm going to meet you at 8 p.m. I'm going to meet you at 8 p.m. مجموعة الكلمات التانية buy التلاتة برضو ليهم نفس النطق، بس أول واحدة buy اللي هي بتنتهي بحرف E معناها إلى اللقاء. زي مثلا see you soon bye. الكلمة التانية buy فعل بمعنى يشتري. I need to buy some stuff from the mall. أريد أن أشتري بعض الأغراض من المول. الكلمة الثالثة buy حرف جر بمعنى بواسطة أو عبر. زي مثلا I go to work by metro. أذهب للعمل بواسطة المترو. ثالث نوع من الكلمات bread and beard. الكلمة الأولى bread اسم بمعنى خبز. زي مثلا I'd like to eat a stuffed bread with cheese. أفضل أن آكل خبزا محشو بالجبنة. beard معناها لحية أو ذقن. You need to grow your beard. أنت تحتاج أن تكثف لحيتك. في عندنا بقى آخر كلمتين be and be بمعنى يكون. زي مثلا I need to be more confident. أحتاج أن أكون واثقا من نفسي أكتر. كلمة be معناها نحلة. I saw a bee in my room. لقد رأيت نحلة في غرفتي. ايه رأيكم بقى دلوقتي نلعب شوية بالألفاظ عن طريق نكتة كده بس بالإنجليش، ونشوف هنقدر نفهمها ولا لأ. حاول تفهم النكتة اللي هقولها لك دي. Why 6 afraid of 7؟ ليه 6 خايفة من 7؟ Because 7 ate 9. لأن 7 أكلت 9. وبكده خلصت كبسولتنا النهاردة. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وشير. أشوفكم الحلقة الجاية.